مساكم الله بالخير. أنت يا سهاج ابن زيد البدمي سيف ماريبة، اليوم بقدم لك سيف مذهب عود المجلس العامر، وبارك لأخوي شيخ نايف بن سهاج بن زيد البدمي، أهدي له عود و100,000 وسامحون على القصور وحنا لكم. عيب غريبة عليك يا سهاج، أنت يا سهاج مؤسس من جذورك. بالضبط. الراس طيب والابو طيب والعم طيب والجد طيب والجد الثاني طيب، ولا هي بغريبة. أنت وابوك واخوانك انا مسميكم قبيلة مستقلة، قبيلة مستقلة. فهد بن قروش أسس قبيلة مستقلة. يا فهد أنت وعيالك قبيلة، مرحبا يا قبيلة مستقلة يا فهد أنت وعيالك قبيلة. أنا علاقتي مع أبوك يا سهاج ما بنيت على مصالح، لا تجارة مشتركة ولا مصلحة. أنا أثر ومسبك لأنك أنت سمية، وبشرك واجد اسمعنا اللي سموا علي وعليك. أنت الحين ما شاء الله عساك إن شاء الله تقوم بالدور الطيب. وأنا هذا الرجل هو أخوي، هو يعني أخوي ما جت به أمي فهد بن قروش. ما لنا مصالح يعني، ما في مصلحة مشتركة أو كذا من العلوم هذه، لا والله إني عند الله صالح. هو يعرف هذا، هو موجود، كان مطروف وشيخ ونادر حرار وصيرمي. صعب على النساء لو يلزم شعورهن، صعب أن يجيبون مثل فهد بن قروش. فهد بن قروش تاريخ، أنا أماريب وأنا واحد من البقوم. فهد بن قروش واللي على شاسلته أفتخر به ومريبه، وجعل ربي يطول عمرك ويحفظكم كل مكروه، واذكروا ربكم يا مسلمين. ما شاء الله تعالى فهد ولا وش بقول فهد، انا مقصر. انا شالح بن هدلان رحمه الله عليه يقول يا ذيب انا ببكيك ما دمت حيا، ما خبر بحي بك الحي ذيب. انا مسوي مرثيه في فهد بن قروش وحي، بس اني طالب الرب اني يطول عمره 160 سنه. كل امين انها تكون 160 سنه، يقدر ان شاء الله رب انه كان 160 سنه. وهو مهم هذري وما عليه، والحمد لله يعني عزم قوي وما عليه. والليله ما كنت ودي اطلع، لكن الليله بيلقاها مهند بن سهاج، وهو حتى هو ارسلتها له ولا قراها. نعم. بس الليله قلت له تراها من الشيخ سهاج ما يعتبر انه منكم ولا من العجمان، هذا اخوي واشهد الله وعاهد الله اني معه الى اخر شيء في ذا الحياه. والله لو انها يعني من دفع المال، والله لو يجي سهاج شيء ولا من عياله والله انه سوق ما املك فوق الدنيا، واذا عجزت فاسهم مطلخ الوليد صب الدود امجاد دروس يامي يا من يشهد على فعل النبي ان الله خلي فوق كبده ثوابي. لكن الحمد لله ان الله جاب لي اخوه وجابته، وهذه من اسعد الليالي، وشفنا من شيوخ القبائل. السلام عليكم ورحمه الله.